السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايب النهاردة أحد المومياوات وعجائب المومياوات المصرية القديمة، وهذه المومياء شكلها عجيب لأحد جنود أو ضباط الجيش المصري وقت عهد الفراعنة. ومن المشهور عن المصريين القدماء أنهم كانوا لا يفضلوا أن يطيلوا شعرهم الحقيقي أو الدقن، وغالبا كانوا حالقي الرأس ويرتدون الباروكة أو الشعر المستعار. وحتى كمان الملوك وبعض الأمراء كانوا يرتدون الدقن المستعارة. والغريب والعجيب أيضا أن لون الشعر باللون اللي احنا شايفينه، اللي هو يعتبر مش أسود، يعني ممكن يكون متأثر بالحنة. ولذلك هو ده الغريب في المومياء المصرية. حتى الآن بيتساءل بعض المكتشفين لماذا حتى الشعر مهندم بهذا الشكل، وتسريحة الشعر كأنها في العصر الحديث، وأيضا طول الدقن اللي هي شكلها عجيب وغريب. فيمكن أن يكون مصري ولكن متأثر ببعض الحضارات الأخرى. السلام عليكم.